اخباركم يا شباب؟ رمضان كريم عليكم. ده الانفايرمنت كورس اللي هنزله عندي على اليوتيوب، هتلاقوا اللينك عندي في الانستجرام في البايو. وفي الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجتين: ايه هو الانفايرمنت ديزاين في ال 3 دي، وليه الانفايرمنت مهمه في كل مجال يخص ال 3 دي. اول حاجه، ايه هو الانفايرمنت ديزاين ده؟ اصلا هو مش مجرد ان انت بترص بقى شجر ومباني والكلام ده كله. هو انت بترص الكلام ده كله فعلا، بس لما تبني الفكرة وتبني السين بتاعك، اذا كان بقى بلوك اوت وكل الكلام ده كله، فانت بعد كده بترص فعلا. لكن هو مش مجرد ان انت خلاص هبدأ السين دلوقتي، فتحت بلندر او ايا يكن وهبدأ ارص مباني وخلاص على كده. لا، انت حرفيا بتبني العالم بتاعك وبتبني المود اللي انت عايز تدخل الناس فيه، ايا يكن بقى، اذا كان لفيلم للعبة، اللي انت عايزه. والحاجات دي كلها بتبقى مبنية على خطوات. ان انت مثلا اول حاجة اللاي اوت، ان انت بتجيب حاجات تكون مريحة للعين وترتبها صح. ما تخليش مثلا حاجة شكلها مش حلوة، مش لايقة على السين عندك، مش مهمة. يعني في حاجة ممكن تبقى لايقة شوية بس مش مهمة، هتبوظ حاجة مثلا، هتبوظ شكل تاني أو هتأثر على شكل تاني. اللاي اوت والترتيب بتاعت العناصر بتاعتك أو الأوبجكتس بتاعتك مهمة جدا. وتاني حاجة عندنا وهي التكسترينج أو الماتيريالز، الخامات اللي أنت بتحطها على الحاجة. إن أنت إزاي تخلي حاجة مثلا من كده لكده، ان انت ازاي تقدر تخليها واقعية اكتر، تعمل انت الماتيريالز بنفسك، تنزلها من اماكن ببلاش. وكل ده هنعرفه مع الوقت في الكورس ده. وتالت حاجة وهي الاضاءة او المود، الفايب اللي انت عايز تدخل الناس فيه، اذا كان سايبر بانك، اذا كان بقى حاجة مثلا فورست بقى وغابة والكلام ده كله. يعني لو سايبر بانك فانت عايز تركز مثلا نيون ازرق، فيبقى التركيز بتاعك عليه كله. والغابة ان انت تركز بقى على الفوق. هو كده كده اي سين يستحسن يكون فيه فوق، بيبقى شكله احسن. ورابع حاجه عندنا بقى وهي الاوبتمايزيشن، ودي اكتر حاجه انا بحبها جدا. وهي ان انت مثلا عامل سين كبير وفي مباني وفي شجر وفي فوق وكل الكلام ده كله. الاوبتمايزيشن ان انت مثلا دلوقتي عايز الفيديو ده تعمله انيميشن 20 ثانيه، هياخد ريندر كبير من ناحيه الماتيريالز اللي انت مستخدمها، اذا كان مثلا 4K 8K على حسب. فالاوبتمايزيشن ده مهم جدا وهنتعلمه برضو في البروجكتس اللي جايه. وبرضو اهم حاجه في الاوبتمايزيشن ان انت دلوقتي الكاميرا، ايا يكن بقى في بلندر او انريل والكلام ده كله، الكاميرا في اخر السين هناك مثلا عربيه، جبل، مبنى، اي حاجه من الحاجات دي كلها، ما تحطليش ان الحاجات دي تبقى هاي بولي، اللي هي الحاجات اللي بعيده عن الكاميرا، اللي الكاميرا اصلا مش هتشوفها ولا هتروح لها، تبقى هاي بولي قوي وماتيريالز تقيلة والكلام ده كله، لأن هي هتتقل الكلام ده، فهي مش مهمة. فحاجات لو بولي مثلا زي أيا يكن بقى، للجبل، للمبنى، للعربية، الحاجات دي كلها هيكون أحسن إن أنت تعمل لها اوبتمايزيشن. وتعمل اوبتمايزيشن للسين كله برضه، تشوف إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي عايزه يبان هاي بولي، إيه اللي عايزه يبان لو بولي. هنيجي بقى لتاني حاجة، وليه الانفايرمنت مهمة في كل مجال يخص ال 3D. بص، هو كل مجال ليه الاحتياجات بتاعته، إذا كان عايز environment أو لأ، بس بيبقى في أغلب الأوقات أنت محتاج environment فعلا. ومش شرط environment دي اللي هي بقى مباني بس وشارع ونيون ساينز بقى ومش عارف ايه والكلام ده. لا، في حاجات كتير. بس هقول لك مثلا دلوقتي، لو احنا هنقول مثلا عملنا سين ايا يكن للعبة او لفيلم، والحيطان عليها دم والمكان مهدوم كده وشكله ضلمة وكراسي مقلوبة والكلام ده كله، انت هيبقى فيه قصة انت فهمتها ان دي حصلت هنا، او ان الفايبس عموما اللي انا عايز انقلك ليها هتبقى مثلا حتة بقى رعب او الكلام ده كله. فهي الانفايرمنت مهمة لان بتوضح لك او بتعمل لك ستوري تيلينج، ان انا عايز اقول لك ايه من غير ما اقوله لك. يعني عايز اوضح لك بس بالمكان من غير ما اقول لك انا عايز اعمل ايه، عايز ابين ايه، الكلام ده كله. تاني حاجه مثلا في الانيميشن، يعني دايما الانفايرمنت هي اللي بتكمل الانيميشن. يعني تخيل مثلا كده عندنا كاركتر من ديزني مثلا ومن غير انفايرمنت هيبقى طاير في الهواء، فهي لازم الانفايرمنت علشان يعتبر تكمل الانيميشن او الكاركتر ده، نبني له حاجه كده تبقى بتاعته هو، معروفه ليه هو. نيجي بقى لاخر حاجه، انا ما حبيتش اطول في الانترو قوي علشان الناس ما تزهقش من اولها، بس اخر حاجه ودي اللي هي احنا هنتعلم ايه عموما في الكورس ده. اول حاجه هتبقى بلوكينج، اللي هي بقى اللاي اوت، بنرتب بقى الكلام ده كله، بنعمل بلوك اوت للسين بتاعنا على حسب الانسبيريشن برضو اللي هنجمعها مع بعض والكلام ده كله. وتاني حاجه ان احنا ازاي نرتب
المباني، يعني ايه المهم ايه اللي مش مهم، ايه اللي محتاجين نحطه قدام الكاميرا ويبقى باين، ايه اللي محتاجين نحطه بعيد. وتالت حاجة اللي هي الماتيريالز، لان الماتيريالز واللايتنج بصراحة من اهم الحاجات بالنسبة لي. وخامس حاجة اللي هي الاوبتمايزيشن، ان احنا ازاي السين دلوقتي خلاص احنا خلصناه وتمام، عايزين بقى نرندره، عايزين ننقله حتة تانية، ان احنا بقى نروح على الفاينل تاتشز بقى والبوست بروسيسنج والكلام ده كله، ازاي بقى نعمل له اوبتمايزيشن. واخر حاجه خالص وهي البوست بروسيسنج، ان احنا ازاي نعمل له بقى edit ونعمل له بوست بروسيسنج والكلام ده كله، ونحط ساوند افكتس، وكل الحاجات دي كلها هنعرفها مع بعض. فاتمنى نتبسط كلنا سوا ونتعلم حاجه في الكورس ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتستنى الفيديو التاني.